حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه جيده واحسن الاحوال. فيديوهاتنا تكون بسيطه خفيفه على قلوبكم تكونوا بتستفادوا منها. النهارده بقى هنعمل ايه مع بعض؟ بصوا، عندنا شويه بواقي عيش البيت اللي احنا بنرميه. في ناس طبعا بتبيع العيش ده بس بالكيلو، بس ده العيش المدور. العيش الطويل ده اصلا خفيف، لو بعتيه مش هيجيب لك اي حاجه، لكن انت ممكن تعملي بيه حاجه. بتشتريها من بره. انا هعمل كميه بشويه العيش البواقي دول، هعمل كميه. لو انا اشتريتها من بره هشتريها ب 100 جنيه، الكيس ب 50 جنيه. الكيس بجيبه كان ب 25 بقى ب 50، ب 25 بقى ب 30 بقى ب 50. دلوقتي بنجيبوه ب 50 جنيه. طب ما انا ليه احوش شويه العيش اهوت من بواقي العيش اهوت، باقي من المدرسه، باقي من الولاد، باقي من اي حاجه. بصوا، نشفته وحمصته في الفرن، سبته الاول يتهوى كده بره ونشفته وحمصته في الفرن. تعالوا بقى نشوف هنعمل بقى بشويه بواقي العيش دولت هنعمل ايه بال 100 جنيه. حاجه ايه بمنتهى البساطه، انت بتشتريها وبتدفعي ثمنها ومستهزيه بسعرها، وانت ممكن تعمليها ببلاش. عارفه يعني ايه تعمليها ببلاش؟ يلا بينا نعمل بقى من ده، نشوف هنعمل ايه مع بعض. جميله 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 من شويه بواقي عيش. بتجيبي كيس الفيجيتار ب 50 جنيه بتاع ماي واي اللي هو كان ب 25 جنيه. انا عملت كيسين اهو ب 100 جنيه واكتر كمان. ده اكتر من كيسين لو انا عبيتهم في اكياس فيجيتار بتاعه ماي واي، ده اكتر. وب 100 جنيه بجيبهم، وانا عملتهم ببلاش. شويه بواقي عيش في البيت، ليه نرميهم؟ ليه نستغنى عنهم؟ ليه نبيعهم؟ ما بدل نعمل بيهم حاجه غاليه. شايفين الجمال؟ بصوا بصوا جمال الفيجيتار. مفيش بعد كده. متنسوش بقى تضغطوا متابعه وتضغطوا لايك لممالك عشان يجيلكوا كل جديد. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو مع بعض ونشوف هنعمل الجمال ده ازاي. تعالوا بقى نشوف هنعمل الجمال ده كله ازاي. يلا يا كوكو حطوا لايك. انا هنا بقى جبت الكبه بتاعتي زي ما انتم شايفين اهوت. عايزه اقول لك على حاجه، لو ما عندكيش كبه ممكن تدقيه بالهون، وهو تحطيه في قلب كيس وتدقيه بالهون. عندك كبه اعملي بيها زي ما انا هعمل كده، ما عندكيش حطي في كيس ودقي بالهون. هنبدا بقى ان احنا ايه مع بعض كده ايه. انا هعمل معاكم اول واحده بس، وبعد كده هكمل الباقي عشان الصوت لوحده. انطحن معايا العيش اهوت. بصوا زي ما انتم شايفين. طبعا عايزه الفيجيتار بتاعك يبقى خشن شويه، حطيه زي ما هو كده. عايزاه يبقى ناعم، بصي هتحللي بدي بالسلكه الناعمه دي اهي. ده لو انت عايزاه ناعم. عايزاه خشن شويه هتعملي هتسيبيه زي ما هو. انا بحبه خشن والله يا جماعه، انا بحبه خشن، بس انا هوريكم هو ناعم. بصوا هو ناعم بيبقى طالع كده اهو، بصوا. لكن انا بحبه بصوا خشن كده بحاله زي ما هو، بيبقى جميل جدا جدا جدا. وبيدي كفر كده لحته البانيه من بره او للكفته، كفر تخين كده وجميل ومتماسك، وبيبقى جميل جدا جدا جدا. وهو ايه خشن شويه كده. عايزه تعمليه ناعم طبعا براحتك، هتحللي بدي. لو انت عايزاه ناعم هتحللي بدي. انا كنت عاملاه قبل كده معاكم على قناه اليوتيوب كان ناعم. النهارده انا هعمله ايه بالطريقه دي خشن شويه، وهنعمل بيه بانيه برده وهوريه لكم بعد ما اعمل بيه. بيدي كفر لحته قطعه البانيه جميل جدا جدا جدا. حاضر يا حبيبي من عينيا، خليكم معايا بقى. هطحن الباقي وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي، هنا انا خلصت الكميه كلها اهي معايا اهي. عايزه بانيه يا ماما. حاضر يا قلبي. بصوا بقى معانا ايه. معانا كوبايه دقيق، تلت كوبايه نشا. ماما انا عايزه 10 جنيه، 10 جنيه كده يا ماما. نعم 10 جنيه. حاضر يا حبيب ماما. معايا بصل، شويه بصل بودر على توم بودر، ومعايا معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه بصل بودر، معلقه توم بودر، معلقه صغيره بيكنج باودر. معايا كركم لان بيديله لون، بيخلي لون الفيجيتار اصفر كده وجميل، وبيخلي حتى قطعه البانيه اللون بتاعها بعد ما بتتحمر ذهبي كده وجميله. معايا بهارات، معايا طبعا كركم، معايا بهارات، ملح. طبعا الملح مش كتير لان انا كده كده لما باجي اتبل
لما كده كده انا باجي اتبل الفراخ بتاعتي او اللحمه بتاعتي، ببقى طبعا ايه حاطه لها الملح وحاطه لها الفلفل وحاطه لها كل حاجه. بصوا بقى شايفين الشكل واللون؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ تحفه 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 تحفه. شفتوا عملت كميه قد ايه؟ الكميه دي يا جماعه كميه كيسين، كميه كيسين فيجيتار من اللي بنجيبوه بتاع ماي واي ده. الكيس عامل 50 جنيه دلوقتي. انا عملت ب 100 جنيه اهو، بشويه بواقي عيش من البيت ما كلفونيش اي حاجه. طبعا البهارات موجوده عندي، البيكنج باودر موجود عندي، الدقيق عندي، نشا عندي. دي الحاجات الاساسيه اللي موجوده معايا في البيت دايما، اللي هي بتبقى استخدامات البيت اللي انت بتجيبيها كل شهر او كل اسبوع على حسب ما انت ماشيه ايه بيتك. بصوا شايفين بقى الكميه؟ بصوا كميه قد ايه. هنا بقى انا بعمل ايه؟ بحطها في كيس او في كيسين وبشيلها في التلاجة. يعني انا متعوده اشيل الحاجات دي في التلاجة. ماشي. ادي الكميه اهي زي ما انتم شايفين كده، كميه جميله بسيطه خفيفه حلوه. عملناها. احطها بقى في كيس واشيلها في التلاجة. بصوا الشكل اهو، بصوا اللون، شايفين؟ طالع معايا فيجيتار اهو. ولا الريحه، شوفوا لما بعمل كده وبنزل كده الريحه جميله جميله جميله. ما تنسوش يا حبايبي تضغطوا لي بقى ايه، الناس اللي مش متابعاني تضغط متابعه وتعملوا لايك للفيديو، والناس اللي متابعاني متابعتكم ليا على راسي من فوق. يا ريت تسمعوا الفيديو لاخره، ويا ريت تدوسوا لايك. ربنا يجازيكم خير، ربنا يكبر بخاطركم وخاطرنا. وما تنسوش تدعوا لكل مريض ربنا يشفيه، وكل مشتاق للذريه الصالحه ربنا يهديه، وكل مكروب ربنا يفك كربه، وكل مهموم ربنا يزيح همه يا رب. نعم يا مالك. واستنوني بقى في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله واحنا مع بعض. وما تنسوش تحطوا لايك يا حبايبي. مع السلامه.